أنا لا أرى الأمر هكذا بالمرة. نحن سيطرنا وصنعنا وضعيات عديدة وسانحة، افتتحنا النتيجة وكان ذلك منطقيا. في الشوط الثاني سيطرنا كذلك وكان هناك فرصة لتسجيل الهدف الثاني. ارتكبنا خطأ بسيط في وسط الميدان كلفنا ضربة جزاء وضغطنا وحاولنا حتى النهاية، ولكن مالي أيضا حارب على حظوظه بضغط كبير بأسلحتهم. انتظر. المغاربة اليوم معصبين، ماشي حيت خسرنا ولا تعادلنا، ولكن حيت الطريقة ما دخلاتش العقل. ماتش مالي خلى بزاف ديال الناس كيتسائلوا واش هذا هو المنتخب اللي كنعرفو. مالي وحنا فينا يا السنغال، فينا يا الجزائر، فينا يا مصر. مالي وحنا مالي تفرشنا. تابعتي الماتش ديال اليوم تعادل كونتر مالي، واش كانت خيبه امل من بعد التعادل؟ ماشي خيبه امل، والفقصه ديال الامل وهاد الركراكي وسوقهم. دخلنا الماتش ببروده، اللعب ثقيل، الكره كطور بلا فايده، ما كاين لا ضغط لا سرعه لا افكار. مالي لعبات برجوله وربحت اغلب الالتحامات، وحنا بان علينا التعب والتيه. اول حاجه دارت الصداع هي الاختيارات. لاعبين باين عليهم ما واجدينش ومازالين في التشكيله الاساسيه، والناس كتسول واش السمعه ولات اهم من الفورمه. التبديلات جات متاخره بزاف، وملي جات ما قلبات حتى شي حاجه. الماتش كان خاصو تغيير بكري، خصوصا في وسط التيران، حيت ما كنا رابطين لا الدفاع لا الهجوم. وسط الميدان كان غايب، لا افتكاك لا بناء، لا واحد يشد اللعب ويهضر بالكره. مالي كانت اقوى بدنيا واسرع في التنقل. الدفاع حتى هو دار اخطاء سهله، سوء تمركز، قله تركيز. وفي كاس افريقيا اي غلطه كتخلصك غالي. وليد الركراكي اللي فرحنا في مونديال قطر ورفع راسنا، اليوم تحت ضغط كبير. المغاربه ما قلبوش عليه، ولكن بدا الصبر كيسالي. حنا شعب كيعشق المنتخب، ولكن ما كيعشقش التهاون. والله ما غندوك كاس افريقيا، كنجيو نتعصبوا، كنشريو العصاب بالفلوس. السر ركراكي ما كاينش اصاحبي، لا دفاع لا هجوم والو. قميص المغرب ثقيل وخاص اللي يلبسو يكون واجد يحارب. كاين اللي كيقولوا عادي ومازال الوقت، ولكن كاين اللي كيشوف باللي الانذار وصل، وإلا ما تصلحاتش الامور دابا غادي نخلصوا الثمن من بعد. الرساله واضحه وبلا دوران، خاص الجرأة، خاص اللعب بالاحسن، خاص تغييرات حقيقيه، وخاص الروح اللي كتعكس طموح المغاربه كاملين. ماتش مالي دوز، ولكن الكلام بقى. الرد خاصو يكون في الميدان ماشي في التصريحات. المغاربه باغيين يشوفوا اسود كيقاتلوا كيضغطوا كيامنوا حتى لاخر دقيقه. هادشي هو اقل حاجه كتستاهلها هاد الجماهير.